السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جديد أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم على لاعب شاب خطف الأضواء في الملاعب الفرنسية. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب سامي بجا لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 2010 بفرنسا، أصوله الجزائرية من جهة الأب والأم، حيث أن والد اللاعب من ولاية البويرة في حين أن أم اللاعب من ولاية تيبازا. تكون اللاعب سامي بجا في مدرسة تكوين نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وقد كانت بدايته في اللعب في منصب الظهير الأيسر، ليغير بعدها اللعب في منصب وسط ميدان هجومي. هذا المنصب الذي تألق فيه بشكل لافت للانتباه، خاصة حينما شارك مع نادي لوام خلال الدورات الودية التي حضر فيها أكبر النوادي الأوروبية على غرار نادي برشلونة، باير ليفركوزن، دورتموند وكذلك مانشستر يونايتد. وقد خطف الأضواء خلال تلك الدورة اللاعب بجا، وتم اختياره أفضل لاعب خلال تلك الدورة. هذا التألق من اللاعب بجا جعل منه محل اهتمام تلك النوادي الأوروبية التي ترى في خطفه من نادي أولمبيك مارسيليا. كما أن اللاعب سامي بجا تألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الحالي في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا لفئة أقل 16 سنة، مما جعل الاتحادية الفرنسية تسارع لاستدعاء لصفوف المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 15 سنة، مع العلم بأن هذا اللاعب الشاب يلقب في فرنسا بزيزو الجديد. سلام.